النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الملوخيه من اول التقرطيف والخرط والشرطم والطشه وكله مع بعض. نعمل جنبيها صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن ان شاء الله، ونبدا مع بعض واحده واحده. الاكله بتاعت النهارده بقى ان شاء الله الحاجه والدتي هي اللي هتعملها، وهنزلها عندي على الوراك وغسلناها غسله كويسه بميه وملح وخل، وكمان قطعنا عليهم كام ليمونه كده عشان ريحه الفراخ ما يبقاش فيها زفاره. غسل غسله جميله اهي ان شاء الله باذن الله، وهنعمل معاكم واحده واحده اهو. نغسلهم واحده واحده ونصفيهم ونحطهم اهو في الطبق غسله كويسه كده عشان الفراخ ما تبقاش زفره اهو. ان شاء الله نكمل باقي الاكله معاكم. ودلوقتي بقى هنعيد شطفتهم مره كمان عشان تبقى الحاجه كده زي الفل، تبقى الشوربه بتاعتهم نضيفه وزي الفل. وهنصفيهم مره كمان. كل ما بنغسل الحاجه بتبقى كويسه وملهاش ريحه زفاره، بالذات الفراخ الوراك تبقى ليها ريحه زفاره كده، فكل ما ننضف فيها الريحه تروح منها. وكمان الليمون لما اتحط عليها والخل والملح ان شاء الله مش هيبقى فيها اي ريحه. والبطاطس اهي اتعملت سلايد دوريات، والبصل اهو جاهز على هنعمله برده طرنشات زي البطاطس كده، ونعصر مع بعض الطماطم وان شاء الله تبقى اكله بالف هنا وشفا. ونكمل مع بعض. ودلوقتي اهوت سقطنا الوراك في الميه، وحطينا في الميه المغليه حبهان ورق لورا وبصل وطماطم وحده ماجي، وهنكمل مع بعض واحده واحده. اهي خرطنا البصله طرنشات وحطيناها تتشوح في النار في الصينيه، وحطينا معاهم قرنين فلفل عشان يتقلوا ويدوا طعم في صينيه البطاطس. قطعنا البصلايه طرنشات كده، وبعدين حطينا معاهم كام قرن فلفل كده عشان لما يتقلوا يدوا طعم في صينيه البطاطس. خلاص نشوحهم كده، بعدين هننزل عليهم ان شاء الله بالبطاطس اللي هي السلايد الدوريات دي، ونحط عليهم الطماطم الفريش. دلوقتي اهي الوراك دخلت على سوا، وبعدين احنا نزلنا الصلصه بتاعت الطماطم الفريش في الصينيه اهو، وهننزل بالبطاطس. انزل بالبطاطس اهي في قلب الصينيه اهو، انزل بالكميه كلها. طبعا شفتوا احنا تحت حاطين البصل وبتتشوح ومعاها كام قرن فلفل كده يتقلوا بيدوا طعم في قلب صينيه البطاطس. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. كل الكميه، ولو الطماطم قليله هننزل بمغرفتين شوربه او مغرفه شوربه على حسب ما احنا عايزين البطاطس تحتاج قد ايه. وهنا هي الوراك استوت وهندخل بيها عشان نكمل الرز وبقيت الاكل من الشوربه. ودلوقتي اهو صينيه البطاطس على عين هي داخله على سوا اهي، وادي الوراك اهي حطيناها في الصينيه وحطينا عليها صلصه من هي اللي احنا عاملينها، وهندخلها الفرن ونطلع كل حاجه مع بعض. ادي البطاطس والفراخ. بعدين نعمل معاكم الملوخيه اهو عشان نخرطها ونجهزها ونعملها التومه والطشه بتاعتها. الزيت والشعريه، الشعريه بنخليها لما تيجي اللون الذهبي اهو. ودلوقتي هننزل بالرز على الشعريه اهو. نزلنا بالرز والشعريه ونقلبهم كلهم في بعض. الشعريه لازم يبقى لونها ذهبي كده زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما تاخد تقليبه مع بعض وتتشمع هننزل عليها بالشوربه اهو. سيبنا بقى الرز يتشمع مع الشعريه كده بتاع دقيقتين احنا بنقلب. بعدين دلوقتي هننزل ان شاء الله بالشوربه على الرز اهو. نزلنا بالشوربه
بصوا بقى يا حبايبي، الشوربه تبقى فوق الرز كده بشويه كده يعني لغايه تحطي المعلقه كده وتشوفي لغايه اخر راس المعلقه كده كده، عشان الرز ايه يبقى مش طالع ني. وبعد ما الرز يفور كده بدقيقتين 3 نوطي عليه ونخليه على نار هاديه ياخد راحته في السوا. ودي يا حبايبي اهي الفراخ اهي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي، خرجت من الفرن والله اكبر عليها. اديكوا شايفينها عامله ازاي. الملوخيه في الشوربه اهو، ونعملها طشه التوم معاكم واحلى ملوخيه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهي، بنعملها خشنه شويه عشان خاطر ما تسقطش تحت في الحله اهو، تدوبيها كده عشان ميبقاش فيها كلاكيع. لغايه ما كلها تبقى ايه فكه مع بعض. بعد كده ننزل عليها بالثوم، ترجيها كده كده عشان خاطر ايه الكلاكيع كلها تروح. شوفوا حطينا التومه ونقلبها لغايه ما تدينا اللون الذهبي. كده التومه دخلت على اللون الذهبي اهو، وبعد كده نروح نطشها على الملوخيه. ودلوقتي هنطش التومه بمغرفتين ملوخيه، نعمل الشعه بتاعتها زي ما بيقولوا، ننزل بيها على بقيه الحله اهو كده. وننزل بقى التومه اهو، وهنحط على الملوخيه معلقه سكر عشان خاطر ايه بتشيل الحموضه وتخلي الطعم حلو كمان. دي بقى معلقه سكر اهي، هننزل بيها على الملوخيه اهو اهو، نزلت بمعلقه السكر. بالله والف هنا والف شفا مع قناتي قناه وفري ودبري وفيتك عماري. عايزاكي بقى تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.